لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية. وفي تجسيد لأصالة الشخصية المصرية تبرعت مواطنة كفيفة بقرطها الذهبي لصالح صندوق تحيا مصر. هي دي بداية الحكاية. ازيك يا حاج؟ حبيب قلبي أبوك والله. لا والنبي لا والله. لا والله ده أنا بحبك قد عمر إنك تطلع من الدنيا رجع لك الإله. امين. ثمن واحد. اهلا وسهلا. ربنا يعينك ويعينك ويديك الصحة والعافية ويديك على قد نيتك. أعوذ بالله. لا يديني من فضله احسن. ربنا يديك من فضله ربنا يديك على قد نيتك. لا يا بنتي كده ايه الفال ده؟ قلت لك من فضله. ربنا يديك من فضله. اللهم امين. يديك على قد نيتك. برضه تاني. آخر مرة تقول الكلمة دي بتستفزني جدا بكرهها. ثمن واحدة والنبي يا ريس. اهلا وسهلا. وكان نفسي أشوفك يا خرابي، أو نفسي أشوف أكثر التلفزيون يا أولاد وأشوفه. ما يعين عليك ظالم ولا يرميك في دقيقة أبدا. لا أنت وجيشك وشرطتك. ده جيشنا كلنا. أنا متبرعة بالمبلغ دي لصندوق كفاية بقى ده ثمن واحد. اقول لكم تاني نعم. ليه؟ ده انا ليا عظيم الشرف. ثمن واحد. بص الباشا من بقه. عاش نصير الفقراء. انت عاوزها مدعكة. انت عاوزها مدعكة والله انت عاوزها مدعكة. أنزل حضرتك؟ لا ما تنزليش. ازاي؟ والله كنت بتمناها. ربنا يبارك فيك. لا انا سعيد انك انا شفتك لازم اسلم عليك. بتشتغل قد ايه؟ ساعة. طب بشتغل حوالي 10 ساعات. ما شاء الله ما شاء الله. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ شربي مية. شربي مية. بهدلت يا ريس. لا شربي. دخلني في حضنه ما ضربنيش بالنار، كان قادر يضربني بنار إرهابية. ازاي؟ لا عليك ربنا يطول عمرك ويرزقك يا رب. فين اللي انا عايز الورقه أنا الورقة اديته في نادي الجيش هناك هاتوا يا ابراهيم. خدوه مني في نادي الجيش. في لفتة إنسانية نشاط اجتماعي من الرئيس عبد الفتاح السيسي. استجابة لطلب السيدة أن تصافح الرئيس. والله ما تلاقي زيه. هي كنت بتمناها بجد، أنا مش مصدقة نفسي. ثمن واحد. ابتدينا نكذب. برضه انا سعيد ان انا بشوفك. احنا مش مصدقين والله. برضه نفس الكلام برضه. وأثناء مرور سيادته تصادف وجود إحدى المواطنات اهلا بيك اهلا بيك، مصر كلها بتحييك ويسعدك ويهنيك. ربنا يسعدك ويخليك ويحميك من كل شر، يا رب يحميك من كل شر. هذا الرئيس المؤدب المهذب انه يكفي انه هو ما عملناش سيدة مصر الاولى. بقول للرئيس بجد أنا بحبك بجد بجد بموت فيه. معلش أنا اعذريني يا سيادة السيدة الأولى بجد، بس أنا بعشقه. خمسة بالحب. بجد أنا مش مصدقة نفسي يعني.